الا كانوا وليداتكم من عشاق لي كيك وما كتبغوش تكثروا ليهم من الحلاوه، اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم هاد الكيكه كتجي فتيه كتذوب ذوبان، صحيه 100%، يقدروا ياخذوها حتى صحاب الريجيم، كتجي لذيذه بزاف. تابعوا الفيديو للاخير وخليوا لي واحد اللايك. بسم الله على بركه الله. في واحد البول كنضيفوا هنايا 2 ديال البيضات حجم كبير، يكونوا من احسن بدرجه حراره الغرفه. كنضيفوا شويه ديال الملح، رشيشه ديال الملح ورشيشه ديال القرفه. كنزيدوا هنايا واحد الكاس ديال اللبن من احسن حتى هو ما يكونش بارد، ونص كاس ديال الزيت البلديه، وكاس ديال التمر من احسن داك التمر اللي كيكون هكا شويه معسل. غادي نزيد هنا واحد 2 معالق كبار ديال العسل الحر، يعني عسل طبيعيه، وغادي نخلط كلشي بميكسور اولا في الخلاط الكهربائي حتى كيتجانسوا ليا جميع المكونات. من بعد غادي نزيد واحد 2 معالق كبار ديال الكوك، وغادي نزيد واحد الكاس ديال خيزو محكوك، وغنزيد هنايا كاس ديال الدقيق القمح الكامل بالنخاله ديالو رقيقه، كنحيدو غير الغليظه وكنخليو ديك الرقيقه، وكنزيد كيس ونصف من خميره الحلويات، يعني ما يعادل تقريبا واحد 12 غرام. صافي هنا من بعد ما خلط جميع المكونات غنزيد واحد نص كاس اخر ديال الدقيق، يعني في المجموع تجيت كاس ونصف ديال الدقيق القمح الكامل. يكون هذا هو القوام ديالو. من بعد كنديرو في واحد المول اللي كندهنو بشويه ديال الزيت، انا استعملت هذا ديال الزاج، وكنزيد لهنا كاضافه شويه ديال الكركاع هكا مقطع، وشويه ديال الشوكولاط، يكون الشوكولاط اسود، يعني تكون فيه نسبه ديال الكاكاو عاليه 70% كاكاو. وغادي ندخلوه للفرن اللي هو بارد، نشعلوا عليه 180 درجه، النار غير من الاسفل حتى كيطيب وكيتنفخ، ونشعلوا عليه النار من الاعلى يتحمر الوجه ديالو. تيكون هذا هو الشكل الاخير ديالو. كنخليه حتى كيبرد وكنقدموه كيجي فتي بالصحه والراحه.